الله عاملين مبادرتنا كفة الشتاء. طبعا هاي كفة الشتاء للموسم الثاني، وأنا بس أنوه لمعلومة إنه إحنا فريق طلابي اسمه نسمة خير. يا سلام عليكم. فريق تطوعي غير مدعوم. فريق طلابي غير مدعوم، يعني من وين بتجيبوا طيب الإمكانيات حتى إنكم تشتروا هذه الكسوة للمحتاجين والفقراء؟ أخت ندى. أخي أول بالبداية إحنا فريق طلابي غير مدعوم، نمول أنفسنا بأنفسنا. يا سلام يعني عليكم، يا سلام. يعني إحنا بنطلع مبادراتنا والحمد لله وصلنا ل 65 مبادرة ميدانية نطلعها من مصروفنا. تمام. كم واحد أنتوا أخت ندى؟ إحنا فريق نسمة خير طبعا هو في الأساس في عمان، ومسؤولنا الأخ محمود عنابي هو طالب أيضا. إحنا يقارب إلى 150 عضو في الفريق. في أي مبادرة طبعا بنعرض المبادرة بالبداية، وبعدين يعني بنقسم حسب كم تكاليف المبادرة، وبتكون منا يعني ما في أي جهة رسمية داعمة سواء رسمية أو غير رسمية، ما في. فإحنا صراحة يعني حتى إحنا سخرنا أنفسنا لخدمة مجتمعنا، والخدمة الأسمى والهدف طبعا الأسمى خدمة وطننا الحبيب اللي هو الأردن. وإحنا بنعرف إنه المتطوع هو جندي من جنود الوطن، وبنفخر بإنه يعني جنود لأبو حسين الله يحفظه يا رب، ويديم الأمن والأمان علينا بالأردن يا رب يا رب. أنتوا في أي سنة الآن؟ في أي جامعة وفي أي سنة يا أخت ندى؟ تمام، أنا في جامعة العلوم والتكنولوجيا طبعا سنة أولى. ما شاء الله عنك. تخصص الإدارة والسياسات الصحية. لكن إحنا بشكل عام كفريقنا هو فريق يعني طلابي جامعات وكمان طلاب مدرسة. يعني الإشي كمان المميز إنه لسه في معنا طلاب مدرسة وفاهمين إيش فكرتنا، فاهمين إيش هدفنا، فاهمين يعني إحنا لوين نوصل إن شاء الله يعني. يا سلام عليكم، واحنا بنشد على اياديكم وبوركت اياديكم. والله انكم كمان هذه مبادرة طيبة من نشامة ونشميات الوطن، من طلابنا وطالباتنا الأفاضل، أخواننا وأخواتنا اللي موجودين على مقاعد الدراسة ومقاعد الجامعة أيضا. احنا بدنا نشد على اياديكم، لكن يعني احنا راح نكون نتواصل احنا وياكم بكل المحافظات أخت ندى، ولا فقط في محافظة إربد مثلا؟ احنا انا شخصيا ندى من فريق إربد، لكن بشكل عام احنا فريقنا في عمان، في فريق بالكرك، في فريق يعني بإربد، يعني غطينا الأردن من الشمال إلى الجنوب، وإن شاء الله يا رب يعني يتوسع حتى لخارج الأردن وإلى آخره. يا سلام عليكم، الله يعطيكم ألف ألف عافية، وإحنا بنشد على أياديكم. وأي شيء بدكم إياه كمان هذه الإذاعة إحنا جاهزين أيضا لبث أي شيء عن طريق الإذاعة لنشامة ونشميات الوطن أمثالكم. والله زي ما حكينا يا إخواني، وحكت النشمية ندى النمارنة إنه وطننا بخير، وإن شاء الله ادعوا زي ما قال أخونا محمد السعودي أيضا الوطن بخير، لكن بده الدعاء من أمثالكم. لا تنسوا الوطن من الدعاء يا إخوان، بالله عليكم، هاي بالله عليكم ثم بالله عليكم لا تنسوا الوطن من الدعاء. وانت ساجد وانت في صلاتك ادعوا للوطن، ادعوا للوطن وادعوا لقائد الوطن بأنه ربنا يحفظ هذا الوطن أيضا من كل سوء، ومن كل إنسان بحب السوء لهذا الوطن، إنه ربنا يبعد عنا وإياكم إن شاء الله شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وربنا يديم علينا إحنا وإياكم الأمن والأمان في ظل حضرة سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه. شكرا للنشامة والنشميات. شايفين يا إخواني، شايفين يا إخواني، أحيانا في بعض ناس يعني بالرغم من أنه الخير موجود، لكن هذول طلاب بيتقاضوا مصروفهم من والدهم من والدتهم. هذول طلاب مدرسة وطلاب جامعة، عمالهم بيوفروا شيء البسيط حتى يكونوا مبلغ بسيط ويشتروا. بدهم يكسوا من 200 ل 250 عائلة في كسوة الشتاء في محافظات هذا الوطن الحبيب. وتم الاتصال مع طبعا شبكة مندوبين هذه كل المحافظات بأنهم وبالتحديد في محافظة إربد إنه طبعا التنسيق مع زميلنا في محافظة إربد إنه راح يكسوا 10 عائلات عن طريق إذاعة الأمن العام. فأي عائلة موجودة احنا جاهزين، لأنه في عندنا أيضا سجل موجود راح يتم تأمينهم إن شاء الله، وهم بيدرسوا حالتهم وبيتم تأمينهم. لذلك هذول النشامة والنشميات اللي بالوطن. ولذلك دائما وأبدا أنا بقول لك ارفع راسك أنت بالأردن، وافتخر وارتقي بأنك أردني. وطننا بخير
وطننا بخير وطننا بخير. منصور الخمايسة، الله يسعد مساكم. محمد الصوفي، الله يحفظ وطننا يا محمد الصوفي ومليكه، آمين آمين آمين. وطننا بخير وبأمر الله عز وجل راح يظل بخير بوجود النشامة أمثالكم. وخليكم معنا ولا تغادروا. الله عاملين مبادرتنا